عقد مع الاتحاد التونسي. حق جلال خوشي وصلنا لنهاية لا فيديو. اذا هذا الفيديو هذا كان حول القضيه ديال حفيظ الدراجي اللي دار واحد التدوينه على الفيسبوك اللي كيقول بها بان المدرب المنتخب الجزائري السيد بالماضي ما بغاش يحيد من المنتخب الجزائري حتى ياخذ جميع المستحقات ديالو. المستحقات اللي كيقصدوا بها هو انه بغى يتخلص على العقد الكامل ديالو، علما ان العقد ديالو ما غادي يسالي حتى ل 2026، الا انه هو بغى يتم الترحيل ديالو في 2024 بعد الاخفاقات اللي سجل، لكن هو شرط عليهم باش خاصهم يخلصوا ليه المستحقات ديال 2024 وديال 2025 وديال 2026. هذا الشيء اللي صدم بزاف 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 الاتحاد الجزائري والشعب الجزائري وعشاق الكره الجزائريه واللي تار حفيظه الجمهور العربي. الكل كيشوف الامور، كاين واحد الانقسام، كاين اللي تيقول انه من حقه يطالب بالعقد ديالو، لكن طرف اخر كيقول انه بما انه منتخب ديال الجزائر وهو جزائري فمن حقه انه كان خاصو يتنحى على هذا الخبر وكان يتنحى ايضا على هذه المطالبه وياخذ غير المستحقات الى حدود 2024. لكن احنا بغينا الراي ديالكم، خليونا واحد جيم واحد لايك واحد كومونتير في هذا لا فيديو باش نشوفوا شنو هو الراي ديالكم في هذا القرار اللي خداه بالماضي، واش من حقه يطالب بجميع المستحقات ديالو او انه فقط كان خاصو يمشي في حاله، خصوصا بعد الاخفاقات اللي حقق سواء في مونديال تأهل المونديال 2024، سواء في الإقصاء ديال كأس إفريقيا 2021، سواء أيضا في الإقصاء كأس إفريقيا المبكر سنة 2024. يلا خوتي تهلاو لي في راسكم.